من فضلك ترشح لي تليفون كاميرا حلوة، شبكات ممتازة، تصفح وفتح تطبيقات سلس، يعيش معايا سنتين ويكون فيه تحديثات حلوة، مش مرة تحديث حلو ومرة تحديث مش حلو، والسعر أقل من 10,000. عايز موبايل جامد في الألعاب والصور، وفي سماعات صوتها عالي، استخدام كتير، وفي تثبيت بصري وإلكتروني، ولو غالي مفيش مشكلة، بعد إذنك رد في أسرع وقت. دول مجرد سؤالين من مجموعة أسئلة هجاوبهم معاك خلال الفيديو ده. لو عندك أي سؤال تحت الفيديو ده على طول في كومنت وسيب سؤالك، لان دايما باخد الاسئله من على كل فيديو اسئله. خلينا نخش في تفاصيل الفيديو كالعاده ونبدا مع اول سؤال. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز. واول سؤال معانا بيقول ايه رايك في اوبو A1 برو 5G؟ انا رايي انه موبايل كويس جدا كموبايل من شركه اوبو، ولكن لو هقارنه مع موبايلات الفئه المتوسطه من شركات تانية، لا، ممكن اقول ان تجربه حاجه زي الفيفو V27 احسن، تجربه حاجه زي ريلمي 10 برو بلس احسن، تجربه حاجه زي السامسونج 54 احسن. فكل الموبايلات دي بتقدم قيمه احسن مقابل السعر من وجهة نظري. معلش انا جبت الريدمي نوت 12 ولما اشغل وضع موفر البطارية ما بيعملش حاجة، وبالعكس البطارية بتخلص بسرعة، لكن لما الغيه البطارية بتبقى افضل وبتطول شوية. لا، ده ممكن يكون في لاج او في حاجة غلط موجودة في السوفت وير، لان المفروض ان وضع توفير البطارية بيكمل اكتر معاك. المهم ما دام الموبايل بيطول معاك وما فيهوش اي مشكلة في الوضع العادي، فخلاص بلاش تعمل وضع توفير البطارية اصلا. ايه رأيك في هاتف سامسونج A73 وممكن سعره في مصر؟ والله انا رأيي فيه انه موبايل كويس، وما زلت بقول انه من احسن موبايلات سامسونج اللي استخدمتها في الفئة المتوسطة. سعره في مصر بيتراوح ما بين 15 لحد 16 ألف جنيه. بوكو بيجيب بوردة، يعني بوردته ضعيفة. هو البوكو اللي بيجيب بوردة اللي اتقال عنه الكلام ده كتير هو البوكو اكس 3 برو، بس مش معنى انه بيجيب بوردة ان بوردته ضعيفة، لا، في نسخ فيها مشاكل فبتجيب بوردة لوحدها، وفي نسخ تانية كويسة ومكملة مع ناس كتير جدا جايباها وما فيهاش أي مشكلة. من فضلك ترشح لي تليفون كاميرا حلوة، شبكات ممتازة، تصفح وفتح تطبيقات سلس، يعيش معايا سنتين ويكون فيه تحديثات حلوة، مش مرة تحديث حلو ومرة تحديث مش حلو، والسعر أقل من 10,000. سامسونج M52 هاته على ضمان. عايز موبايل جامد في الالعاب والصور، وفي سماعات صوتها عالي، استخدام كتير، وفي تثبيت بصري والكتروني، ولو غالي مفيش مشكله، بعد اذنك رد في اسرع وقت. في الحدود دي او اتكلم على موبايل فيه المواصفات اللي انت بتدور عليها دي، البوكو اكس 5 برو هو اقرب موبايل في كل الامكانيات اللي انت بتقول عليها. لو سمحت، ايه الافضل من ناحيه الكاميرات؟ ميت ان تي برو، سامسونج M52 ولا رينو 6 5G؟ لا، احسنهم سامسونج M52 رينو 6 5G، بعد كده ال 100 تي برو. ده كتجربه كاميرات عامه. السلام عليكم يا استاذ محمد، ايه افضل موبايل من الامارات فئه متوسطه ومتكامل من المعالج والكاميرا والبطاريه والشاشه؟ انا رايي ان افضل موبايلين شايفهم دلوقتي في الفئه المتوسطه الفيفو V27 5G والسامسونج A54، الاثنين ممتازين الصراحه. ايه احسن موبايل، ون بلس نورد 2 ولا ريلمي 10 برو بلس ولا اونر 50؟ ريلمي 10 برو بلس احسن من الموبايلين التانيين الحقيقه. انا عايز موبايل في حدود 7000 يكون بيقدم قيمه مقابل سعر. حاليا الريلمي 10 هو احسن اختيار في الفئه دي. لو سمحت، ايه الافضل من ناحيه الكاميرات والاداء، 200 تي برو ولا مي 11 تي؟ بص، هو المي 10 تي برو قوي كل حاجه وبتاع، بس بصراحه انا ما حبيتوش لان السوفت وير ما كانش احسن حاجه عليه. فرايي خليك في المي 11 او الشاومي 11 تي، عامه هو احسن. ريدمي نوت 12 برو هينزل مصر ولا لا؟ مش عايز ينزل ليه؟ هينزل بس هو قدامه شويه على ما ينزل مصر. ما انا طلبت منك تعمل ريفيو عن الاوبو رينو 8 5G وما عملتش. مش حوار ما عملتش، الموبايل اساسا النسخة اللي موجودة ومتوفرة حاليا هي النسخة ال 4G مش النسخة ال 5G، فهو موبايل كويس وأحسن بكتير من النسخة ال 4G. بس قول لي قدامك في حدود كام، أو عايز تشتريه في حدود كام بالظبط عشان أقدر أقول لك إذا كان يستاهل تشتريه ولا لأ. ريلمي 10 أو أوبو A74؟ لا طبعا ريلمي 10 أفضل بكتير. يعني سؤال يا غالي، عايز موبايل في حدود 15,000 جنيه ويكون معالج قوي يستحمل ألعاب ومحتوى تيك توك. بوكو اكس 5 برو هو في معالج قوي وفي نفس الوقت موبايل محترم جدا في الاستخدام. هل موبايل سامسونج A23 جيد في الالعاب المتوسطه والتصفح اليومي ومشاهده محتوى؟ كم سعر الموبايل في مصر النسخه 828؟ هل الموبايل يعيش لسنين قدام؟ الموبايل جيد في الالعاب المتوسطه ماشي،
وفي التصفح اليومي كويس جدا، ومشاهده المحتوى كويس ما فيهوش اي مشكله. كام سعره بقى في مصر؟ فهو النسخه 828 انا ما اعرفش سعرها كام، بس النسخه الاربعه 128 سعرها مناسب دلوقتي حوالي 5800 جنيه. هل الموبايل يعيش لسنين قدام؟ انا رايي الموبايل يعيش لسنين قدام، ورايي هو احسن صفقه في فئه 5000 جنيه. لو سمحت انا كنت بفكر اجيب ال 24 بس قلقان ينزل حاجه تانية قدام تبقى احسن منه، او ما تنزلش حاجه ويبقى الجهاز سعره زاد. ارجو الرد وشكرا مقدما. انا رايي ما دام انت شايف ان الموبايل كويس ما تستناش هاته، لو الموبايل فعلا كويس بالنسبه لك. طبعا انت لو قعدت تفكر في الموضوع ده ان ادور على احسن حاجه يبقى مش هنخلص بقى. هتدور على موبايل او هتشوف موبايل لسه جاي بعد ال 24 فهيعجبك فهتستناه، فهيجي موبايل بعده برضه فهيعجبك فبرضه هتستناه، وفي الاول وفي الاخر انت مش هتشتري تماما. ف 24 انا شايفه موبايل كويس، ما فيهوش اي حاجه يعني تخليك تمنعك او اي حاجه تمنعك انك تجيبه. معروض عليا سامسونج اس 10 بلس ب9، حلو ولا ايه؟ انا رايي ينزل شويه في السعر، 9 كتير. مش في موبايل اسمه اوبو رينو 7 برو؟ اصلا انا رحت سالت عليه قال لي مفيش تليفون اسمه كده. لا هو موجود فيه بس مش موجود في مصر، عشان كده اللي رحت سالت عنده اكيد هو قال لك مفيش لانه ما سمعش عنه، لانه ما نزلش مصر اساسا. السلام عليكم، قدامي تليفون سامسونج 52 اس 5 جي 256 ب 8.5، اشتريه ولا لا؟ اشتريه لو حالته كويسه. عايز موبايل من 6 ل 7.5، تهمني الكاميرا وسوفت وير مستقر. انا رايي الريلمي 10، يعني هو كاميرا مقبوله في فئه 7000 جنيه ويعتبر اداء مستقر وسلس جدا. ايه رايك في ريدمي نوت 12 تيربو؟ لو هجيبه من بره في حدود 12000 كويس، وهو موبايل ممتاز جدا، ولو تعرف تجيبه هات. عايز اعرف هو اوبو رينو 9 برو بلس نزل مصر ولا لسه؟ لا هو ما نزلش، واحتمال كبير اصلا ما يوصلش مصر. عايز اعرف موبايل يكون جميل وامكانيات عاليه وسماعات ستيريو في حدود كام؟ طيب يعني احنا لو هنتكلم على موبايل كويس بسماعات ستيريو وكده، فممكن اقول لك بدايتك مثلا حاجه زي الريدمي نوت 11 اس اللي هو فئه 8000 جنيه. ده يعتبر موبايل كويس ومعالجه قوي وفي سماعات ستيريو وفي كل حاجه. ممكن ترد عليا انا عايز فون لتصوير الفيديوهات اجيبه من ليبيا ويكون في سماعات ستيريو ومدخل 3.5 مللي وشاشه كويسه في رينج من 5 ل 8. هو في الفئه السعريه دي صعب اجيب لك كل المواصفات دي يعني، بس ممكن نقول الام 52 ونشيل السماعات الاستيريو. اكيد طبعا ما تنساش في اخر الفيديو اللايك، سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك من دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني في فيديو جديد. سلام.